مواجهة نارية، مواجهة صعبة جدا منتظرة النادي الأهلي بكرة مع المصري. المواجهة دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هنتكلم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم وحلقة جديدة مع وائل الإمام. قبل ما نتكلم على ماتش الأهلي والمصري والمواجهة المنتظرة بكرة، عندنا حاجات بسيطة هنتكلم فيها عن مجلس إدارة الأهلي اللي تم انتخابه بالأمس في يوم جميل جدا للجمعية العمومية للنادي الأهلي. يوم تخليك سعيد جدا. ناس كتير بدأت تطلب من بدري بدري، عاوزين عاوزين عاوزين. الكلام ده يا جماعة مش في يوم وليلة. تغيير اللجان أو إعادة تأسيس أو إعادة هيكلة ده بياخد وقت. لعيبة لسه مش قبل يناير. في بعض الاماكن وبعض المواقع اللي بعض الناس ممكن يحصل فيها تغيير او الكلام ده مش في يوم وليله. الناس لسه ماسكه امبارح. الضغط الزياده ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه، ممكن تحرقوهم او تحرقوا الناس بايديكم. فخلينا نكون عقلانيين، واللي صبر كل ده يصبر شويه كمان صغيرين. واكيد انا متاكد ان الناس دي هتشتغل بسرعه وبدقه. وانا يعني مش عايز اقول لكم انا سعيد جدا وحاسس بان المستقبل للاهلي هيكون افضل، رغم ان احنا عاملين حاجه كويسه جدا، لكن كمان هنكون افضل وافضل مع الناس اللي موجوده دلوقتي. ده توقعي، وان شاء الله ننتظر ونشوف. عندنا كمان الزمالك بيقيل ينيك في فيريرا وبيمشي من الزمالك. مدرب تعبان جدا، اقل بكتير جدا ينيك فيريرا من آه، اسم الزمالك. آه، وسبحان الله يجي اللي عمله جمهور الزمالك مع الاهلي ومع كولر، وان كولر بياخد بقيه عقده، فيحصل برضه مع فيريرا نفس الكلام. والراجل عاوز بقيه عقده رغم ان بقيه عقده تعبان، ورغم انه مشي في خلال شهرين. فتيجي اما تشوف المقارنه الجباره بين مارسيل كولر اللي عمل كل حاجه مع الاهلي في 3 سنين وفي سنتين حقق كل شيء، والسنه الثالثه اللي يعني كان عليها بعض المشاكل ومع ذلك كسب فيها الدوري وحقق بعض الامور مع عماد النحاس في الاخر. فياخد يا عم عقده كامل. ده ياخد وياخد وياخد. اما اللي جه شهرين ولبسك في الحيط وماشي تديله عقده كامل. ده قعد سنتين ولا 3 وعمل انجازات. ابو شهرين ده بقى هتعمل معاه ايه؟ سبحان الله. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. البس يا حبيبي. نخش على مباراة الاهلي والمصري. مفاجأة في القايمة: استبعاد محمد علي بن رمضان، واحد من اهم لاعبي خط الوسط مع غياب امام عاشور. يعني الاهلي بيلعب من غير تمنيات في الماتش ده. هنتكلم وهنقول القايمه عامله ازاي، وهقول لكم وجهه نظري، لان احنا هنلاعب فريق عجيب بكره وقصته قصه. قبل ما اقول لكم على القايمه اللي معايا دلوقتي هنتكلم فيها، عاوز اقول لكم ان المصري جايب 18 وعليه 11 وانت جايب 20 وعليه 13. يعني انت معاك 7 وهو معاه 7 مبدئيا يعني. المفارقة الغريبة في المصري ان خلال 4 مباريات من اللي لعبهم من بداية الموسم خد 4 كروت حمراء. فاذا في سن التهور للعيبة المصري، اتمنى نلعب عليها بكرة. الحاجات دي يتلعب عليها. الحاجات دي على فكرة في مدربين بيشتغلوا عليها وفي لعيبة بيشتغلوا عليها، فلازم تشتغل عليها يا حبيبي بكرة. دي حاجة تانية. فكرة التضحية بمباراة زي مباراة بكرة قبل ما تذهب، قبل ما تروح للسوبر، وكنت لسه حالا عامل نتيجة تعادل. لا. مع بتروجيت. لا. لا. انت لازم بكرة تنزل في وضع قتالي بروح الفانيلا الحمراء حرفيا. محدش هيستنى منك حاجة تاني بكرة. اوعى تفتكر ان في حد هينتظر منك شيء. انا عاوز اكسب، ومش عاوز اكسب بس، العب لي كوره بقى. انا بدات ازهق وملينا كلنا. حاول تحسسني وتدي الثقه للناس اللي منتظراك في السوبر دي ان انت هتعمل حاجه هناك. ان انا ابقى رايح وانا عندي ثقه باذن الله ان انت ممكن تقدر تعمل حاجه. الناس بدات تقلق، في ناس بدات تتشائم. شباب كتير قلقانه من مستوى النادي الاهلي وعندهم حق. جمهور الاهلي قلقان. لازم تطمني. هتطمني امتى؟ يستروب بكره لازم يديني حاجة وأمارة بقى كفاية. لازم أشوف حاجة جديدة رغم الغياب المهم جدا. خليني أقول لكم قائمة الأهلي: الشناوي، مصطفى شوبير، سيحة،
كريم فؤاد، ياسين مرعي، عمر كمال، رمضان بيكهام، ياسين ابراهيم، محمد هاني، محمد شكري، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، مجدي قفشه، اليو ديانج، محمد عبد الله، احمد عبد القادر، تريزيجيه، اشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، واحمد سيد زيزو، وجراد الشهر. ده قائمه الاهلي بكره. استبعاد محمد علي بن رمضان. ليه؟ اجهاد عضلي في العضله الخلفيه. هو ايه يا جماعه؟ طبعا الاجهاد ده ما جالوش من المباراه اللي فاتت، ده جاله في التمرين. طب يا جماعه، هل من يقف قدام هذا الاصابات المستمره اللي بتيجي للاعيبه الاهلي، وحتى في التمرين بيجي له اصابات عضليه؟ هنوقف امتى الكلام ده؟ معرفش. هيحصل امتى؟ معرفش. طب انت متخيل ممكن شكل فرقة الاهلي بكرة في غياب محمد علي بن رمضان يبقى عامل ازاي؟ ده انت اصلا امام عاشور مش موجود، ومش عارف تلاقي له حل. طب هتجيب ازاي كمان محمد علي بن رمضان اللي غايب؟ هتجيب له بديل؟ وجهة نظري اصلا ان تريزيجيه في مكانه في مركز 8 عامل ازمة وقلق ومش نافع. طب وبعدين والحل؟ ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية؟ لو فكرنا بعقل شوية، انا وجهة نظري ان انت مش هينفع مثلا تحط تريزيجيه وزيزو مع بعض في نص الملعب، صعب جدا. فانا في مباراه زي المباراه المصري دي، ومباراه صعبه، ممكن نلاعب مروان عطيه واليو ديانج ونحط معاهم زيزو تاني. وجهه نظري الشخصيه، مروان عطيه ومحمد واليو ديانج يبقوا اتنين في نص الملعب ارتكاز، معاهم زيزو، مش تريزيجيه. تريزيجيه يروح مكان بن شرقي، ومحمد عبد الله اللي موجود بكره يلعب وينج يمين. كفايه لخبطه. هتلاعب زيزو يمين، طب مين في نص الملعب؟ هتحط تريزيجيه؟ تريزيجيه على فكره فاقد مواجبات مركز 8 بشكل كبير، مش قادر يعمل لك يشغل لك الفريق. هتسيبه تاني؟ طب حتى لو عملت كده وحطيت اشرف بن شرقي، مين هيكون جنب تريزيجيه؟ اليو ديانج ومروان عطيه برضو؟ يبقى انت كده بتفقد الثلاثه اللي في نص الملعب حته الرؤيه والفيجن انهم يساعدوا الفريق. مش عارف، ممكن ده اللي يتم على فكرة بشكل كبير، لان ده اعتقد ان هو هيقدر يغامر بكرة مغامرة كبيرة. ومحمد عبد الله صعب يلعب في ماتش زي المصري، هيبقى بالنسبة له، مع انه الولد مبشر جدا وعنده اللي يؤهله انه يلعب ماتش قوي زي ده، في وجود لعيبة كبيرة دي كتير جنبه تقدر تسنده. يعني ما معرفش يعني امتى بقى يعني. نص ملعب الاهلي بكره في خطر لو احنا ما قدرناش نعمل كده. انا عايز اقول لكم ان فرقه المصري بدات الموسم بكل قوه. في الفتره الاخيره المصري بدا يترنح شويه. يعني لما تشوف المصري بدا الموسم ازاي ونهى الفتره الاخيره ازاي، تبدا تفهم ان لا، ده ممكن ان احنا لو لعبنا ماتش كويس نقدر. المصري كان بيلعب في الكونفدراليه، طلع او كسب بالعافيه 2-1 وكان متعادل بره مع الاتحاد. سموحه متعادل 0-0. كل دي المباريات الاخيره للمصري. البنك الاهلي كسب 1-0 وكان مطلوب منه لاعب من مباراه. بتروجيت كسبان المصري 3-2 وكان مطرود لا، ما كانش مطرود من اللاعب في الماتش ده. قبليها كان متعادل مع فاركو 0-0. دي النتائج الاخيره، نتائج متذبذبه جدا للمصري. وقبليها كان كسبان المحله 2-1 وكان مطرود من المحله لاعب. وقبليها كان مغلوب من الزمالك 3 واتطرد برضو منه لاعب في ماتش الزمالك. وكان بقى قبليها بدايه الموسم الكويسه اللي هم كانوا ماشيين بيها في انتصارات. فالمصري انا شايف انه مقدور عليه جدا وبشكل كبير جدا ان احنا نقدر نعمل ماتش. بس هل انت بقى في مستواك علشان ان انت تديني المستوى اللي انا منتظره ان انت تقدر تكسب الماتش؟ ما هي دي النقطة. هل الاهلي هيكون في مستواه بكرة مع يستروب؟ هل يستروب بكرة هيقدم شكل جديد للعيبة النادي الاهلي ومنظر جديد مختلف عن اللي شفناه قبل كده؟ الراجل معترف بشكل كبير في ان عنده مشاكل كبيرة وواضحة في الفريق. بكره مع فقدان لاعب بقيمه محمد علي بن رمضان بسبب المستشفى والاصابات العضليه والحاجات الغريبه اللي بنشوفها حتى في التمرين بتاع النادي الاهلي، المشكله الازليه اللي بتحصل مع كل مدير فني ومع كل مدرب وكل سنه وكل سنتين. والحاجه الوحيده اللي السنه الوحيده اللي فلتنا من موضوع الاصابات دي كانت مع الدكتور احمد ابو عبله
اللي ماشي بعدها على طول. يعني هو الراجل ظبط لك الدنيا، قالوا له ايه يعني اتكل على الله، كان بيرجع لك اللعيبه بسرعه، لان برضو الدكتور مش هو السبب في الاصابه. بس السنه دي ما كانش فيه لاعب بيغيب عندك كتير. ننتظر بكره ونشوف. عندنا سبيس لمدرج الاهلاوي بالليل، وهنتكلم فيها بكل التفصيل على الماتش مع على اكس. ولكن في النهايه خليني انهي بالمتحف الكبير. افتتاح عظيم، متحف حاجه جميله جدا. افتتاح يشرف على الميوزك اللي كانت بتتعمل، ولا على الصور والليزر والفيديوهات والإضاءات، والمتحف نفسه والحاجات الأثرية الكبيرة. حضور دوري رفيع المستوى ومكثف من دول كتير في العالم، حاجة تشرف. والحمد لله احنا ترند بإيدينا، محدش من عندنا بيشتري ترندات. سؤال غريب صح؟ او روح شوف الترند مين وشوفوا دافع ايه، وانت تعرف ان في مشكلة يا عيني عند البعض. مليون مبروك افتتاح المتحف المصري الكبير، وان شاء الله ننتظر قريبا في حلقة جديدة ان شاء الله. لو عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب، واشكرك جدا على وجودكم معايا. نتقابل على خير.